وصلنا ازاي للتزهير في الفراولة مع انخفاض درجات الحرارة؟ ده اللي هنعرفه من الفيديو ان شاء الله تعالى. خليك معانا علشان يمكن تستفيد بأي معلومة تفيدك في مزرعتك او تدعي لنا دعوة بظاهر الغيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي متابعي قناة زراعة اونلاين. اهلا بكم في فيديو جديد، فيديو تزهير في الفراولة. حضرتك مهتم بالزراعة وعايز تعرف كل فيديو بنحمله على القناة، ممكن تشترك معنا في القناة وتدوس على الزر الأحمر أسفل الفيديو وتفعل الجرس على الإشعارات على الكل، ونبدأ مع بعض الفيديو إن شاء الله تعالى. طبعا كلنا عارفين إن 2022 كان انخفاض درجة حرارة كان ملحوظ، ممكن كان يوصل ل4 بالليل، فكان طبعا التزهير بيبقى ضعيف جدا وبيكون النمو الخضري بتاع النبات نفسه بيبقى ضعيف جدا. ده اللي كان بيأثر برضو حاليا على الاسعار. ممكن تلاقي اسعار خضروات بتبقى زياده وممكن تلاقيها نص شويه، بس اغلبيه السنه دي الزراعات في 2022 فيها اسعار كويسه بفضل الله تعالى. ده راجع برضو لانخفاض الانتاج، وطبيعي التزهير اكيد قل زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. ما شاء الله مع انخفاض درجه الحراره لا التزهير عندنا شغال كويس، شغال عقد كويس ما شاء الله تبارك الله. عملنا ايه في فتره البروده؟ كنا بنسمد مرتين ماب مع بوتاسيوم مع نترات نشادر اللي احنا كنا عارفينها 33.5، دي مرتين في الاسبوع. بنحط 10 كيلو نترات نشادر ونحط معاهم 5 كيلو ماب ونحط معاهم 3 كيلو بوتاسيوم. ده بنحطهم مرتين في الاسبوع، وبنحط في نص الاسبوع مره كالسيوم بنحط 10 كيلو للفدان و5 لتر حامض نيتريك. ونحط كل اسبوع بنحط تسميده مغنيسيوم وحديد، بنحط 7 كيلو مغنيسيوم ونحط نص كيلو حديد للفدان. ده اللي كنا بنعمله في التسميد الارضي. طيب اللي كان يفرق معانا قوي كان الرش الورقي. الرش الورقي كنا بنحط مركب اسمه جرومور فوسفور 959-8، ده مركب عالي الفوسفور من شركه امريكيه، حاجه ما شاء الله تبارك الله في التزهير. كنا بنحط 2 كيلو منه على ربع بوروسيت. نسبة البورون فيه كام بقى؟ بتبقى نسبته 15%، وده مخلب على مونو ايثانول. ومصدر البورون فيه بوريك اسيد خالي من الصوديوم. دي الميزه الموجوده فيه، غير مركبات كتير خالص موجوده في السوق ممكن تلاقيها 14 15% بس في صوديوم، وده طبعا بيبقى تاثيره سام على النبات او بيأثر على النبات. نحط معاهم كيلو عناصر صغرى، ده كله بنحطه على موتور 600 ونبدا نرش بيه الزرع. بيدينا نتائج ممتازه 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 في التزهير. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي التزهير ما شاء الله الله اكبر، شغال على طول، في جمع وفي تزهير وفي عقد وفي تحجيم. الزرع ماشي معاك واحده واحده. وطبعا ما ننساش طبعا تسميد الجذور من تحت كمنشطات الجذور. بنضيف كيلو جرومور هيوميك ونضيف معاهم علبتين باراجرو، ده منشط جذري قوي جدا للجذور بالذات في اثناء البروده في الشتاء. احنا ما عملناش حاجه مختلفه، بس ركزنا وعملنا برنامج تسميد متوازن وباوقات او توقيت معين علشان النبات يشتغل معانا زي ما حضراتكم شايفين، ما يفضلش يفصل معانا او النبات عندنا يفصل مرحله ان هو ما فيش فيه عندنا انتاج. وده دي اللي كانت ميزه المهمه عندنا. وبكده نكون خلصنا الفيديو. ولو عجب حضرتك الفيديو ما تنساش تعملنا لايك وشير وسبسكرايب عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.